السلام عليكم متابعين قناة رشيد تيفي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على مباراة المغرب ضد هولندا، المباراة اللي كيتسناوها ملايين المغاربة والعالم كامل تقريبا. المنتخب المغربي ضد المنتخب الهولندي في الدور 32 من كأس العالم، مواجهة قوية بين منتخبين عندهم جودة كبيرة، ولكن في مباراة خروج المغلوب التفاصيل الصغيرة هي اللي كتحدد المتأهل. والسؤال هنا، شنو هي الحظوظ المنتخب المغربي وكيفاش خاص وهبي يلعب باش يحقق التأهل؟ اولا خاصنا نعرفوا ان منتخب هولندا منتخب قوي، تأهل كمتصدر المجموعة ديالو، وعنده لاعبين بسرعة كبيرة وتنظيم تكتيكي ممتاز وقدرة على استغلال اي خطأ دفاعي. ولكن هذا الشيء ما كيخوفش المنتخب المغربي اللي كيثبت في اخر السنوات انه يقدر ينافس اكبر المنتخبات العالمية. المنتخب المغربي كيدخل هذه المباراة بمعنويات مرتفعة من بعد ما قدم مباريات جميلة في دور المجموعات، وبين انه منتخب منظم صلب دفاعيا وخطر في الهجمات المرتدة. هذه الشخصية هي اللي خاصها تبان من اول دقيقة في المباراة ديال هولندا. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على خمسة امور خاص ضروري المنتخب المغربي يديرها باش يفوز على المنتخب الهولندي. واول حاجه هي ما يعطيش المساحات لهولندا، لان المنتخب الهولندي كيعرف يستغل الفراغات بسرعه، واي تقدم غير محسوب من الدفاع يقدر يكلف هدف. ثاني حاجه الضغط على وسط الميدان، ولا خلى المنتخب المغربي لاعبي وسط هولندا يلعبوا براحتهم غادي يسيطروا على المباراه. واش علاش خصنا ندخلوا لهذه المباراه بضغط عالي وحنا اللي نسيطروا على وسط الميدان. ثالث حاجه هي استغلال سرعه الاظهره والاجنحه، خصوصا في الهجمات المرتده. المغرب عنده لاعبين يقدروا يحسموا اي فرصه اذا استغلوها بشكل صحيح، وحنا كنعرفوا هولندا عندهم مشكل في الاظهره، لا سيما ان ديمفريز كيطلع بزاف بحالو بحال حكيمي، ولكن ما كيلقاش التغطيه المناسبه للور. والشيء اللي كينطبق على الظهير الاخر اللي هو فان ديفان. ولا قدرنا نستغلوا المساحات اللي كيخليو وراهم غادي نقدروا نسجلوا اهداف ان شاء الله. ورابع حاجه هي الكره الثابته. مباريات كبيره بحال هذه مرات كثيره كتحسم ضربات ركنيه او مخالفات، واش اللي شفنا في كاس العالم 2022 والمغرب كان استغل الفرصه جيدا ضد بلجيكا. وخامس حاجه والاخيره هي التركيز حتى الاخر ثانيه. مباراه خروج المغلوب ما فيهاش مجال للخطا، و90 دقيقه ولا حتى 120 دقيقه كيتطلب تركيز كامل. وهادشي اللي شفناه في مباراه جنوب افريقيا وكندا. منتخب البافانا ما بقاش مركز لاخر دقيقه واستقبلوا هدف في اخر الدقائق من المباراه. النقطه المهمه هي ان هولندا غادي تحاول تفرض الاستحواذ، بينما المغرب غالبا غادي يعتمد على التنظيم الدفاعي والانطلاقات السريعه، وهي الخطه اللي نجحت مع الاسود ضد منتخبات كبيره من قبل. اما بالنسبه لحظوظ المنتخبين فمن وجهه نظري كنظن باللي المنتخب المغربي عنده حظوظ مماثله للمنتخب الهولندي، فبالنسبه لي الاسماء متقاربه تقريبا، والمغرب عنده الروح القتاليه والانسجام والثقه بالنفس. وفي كاس العالم هاد العوامل كتكون احيانا اهم من قيمه الاسماء. ولا سجل المغرب اولا غادي يقدر يجر هولندا للمباراه اللي كيبغيها هو، ويستغل المساحات اللي غادي تخليها وراءها. اما اذا سجلت هولندا فهذا مشكل كبير، خاص المنتخب المغربي يبقى هادئ وما يندفعش بشكل عشوائي. حقيقه المواجهه ما غاديش تكون سهله على المنتخبين بجوج، وحتى وسائل الإعلام الدولية كتشوفها من أقوى مباريات الدور 32، خصوصا بعد المستوى اللي قدمه المنتخب المغربي في دور المجموعات. وفي الأخير كنقولها بصوت عالي، ديما مغرب كلنا ثقة في الأسود، وإن شاء الله نشوفوا أداء قتالي وروح عالية والتأهل يفرح جميع المغاربة والعرب. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لنا لايك، تشتركوا في القناة وتكتبوا لنا في التعاليق واش كتشوفوا المغرب غادي يتأهل، واش التوقع ديالكم للنتيجة. وديما مغرب تهلاو.